السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد، آه، اسمه ال Combined Parameters وال Calculated Parameters. ايه هي ال Combined Parameters؟ دي طريقة عرض بتخليك تجمع أكتر من بارامتر في عمود واحد عشان الشيت يكون أوضح وأنظف. زي مثلا إن أنا أعمل length و width، أخليهم في عمود واحد. فخلينا نبدأ أول حاجة بال Combined Parameters. فهنروح على View، وبعد كده نروح على schedules and quantities، وبعد كده هروح على ال هروح مثلا على structure foundation، واقول له اوكي، واختار مثلا length والwidth. فاملأ طيب. بعد كده هلاقي في عندي combine parameters، وبعد كده اروح على length والwidth، اعمل لهم دراج هنا add parameters، وابص هنا في ال review of value هلاقي اللينس والويدث، وفينا السيبريتورز. فهمسح السيبريتورز واضيف في السيبريتور مثلا مسطرة، نجمة مسطرة، لا مسطرة، نجمة مسطرة. واقدر هنا في الكومبايند بارامتر اسميه لينس في ويدث مثلا. بعد كده اقول له اوكي، فلاقيه عمل لي الكومبايند بارامتر زي ما احنا شايفين كده. دي اول حاجة اللي هي الكومبايند بارامتر. بعد كده في الكالكوليتد بارامتر. خلينا نعمل سكادول جديد، خليه فلورز. بعدين نقول له اوكي، وبعد كده اختار الفيلدز بتاعتي، اخليها اريا في السيكنس ديفولت سيكنس. ف... وعايز اعمل بارامتر بقى مجمع. الفكرة بتاعت الكالكوليتد بارامتر ده ان انا بعمل من خلال معادلة بارامتر جديد، يعني عمود موجود اصلا جوه السكادول بيحسب قيمة جديدة من بارامترز موجودة اصلا في الموديل. زي مثلا انا اضرب الاريا في السيكنس فيجيب لي الفوليوم. في اصلا عندي فوليوم، بس انا عاوز اعملها بالطريقه دي عشان اشرح كمثال. فازاي بقى بعمل الكالكوليتد بارامترز؟ هاجي هنا على المعادله دي add calculated parameter، بعدين اسميها calculated volume، وبعد كده discipline common، والtype اللي volume، والمعادله هتساوي. أول بلاقي هنا الثلاث نقط ديت، بختار البارامتر بتاعي الاريا، بعدين نجمة في الديفولت سيكنس، بعدين أقول له أوكي، بعد كده أوكي. هلاقيه عمل لي ال calculated volume. هلاقيها زي دي، هي مشابهة للفوليوم اللي هو البارامتر الموجود الأصلي. هلاقي فيه اختلافات. خلينا بس هلاقي فيه اختلافات زي مثلا
ديت، أو خلينا نشوف في اختلاف كبير عشان نوضح الفرق. دي 14، ده 40. تمام. هلاقي في اختلاف لأن الديفولت سيكنس بيروح. يعني أنا عامل هنا الفاميلي بتاعت قط بتشيل من البلاطة. فهو الديفولت سيكنس مش بيتحسب من غير ما أنا أقطع منه في القط دي، في الفويد اللي أنا عملتها. فهو حسب الفويد كأنها خرسانة، أما الفوليوم الحقيقي هو اللي طلع مظبوط. فهنلاقي فيه الفرق ده، وكذلك لو في فرق تاني بيبقى بحاجة شبه كده. بس كده أظن الموضوع سهل وبسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.